مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم بدي ساعي مندي على طريقتي، ان شاء الله ينال اعجابكم. وهلا بدي احط المطيبات للجوز، كربش قرنفل، وعنا هون بهار جاج. كل مين بيعمله على طريقته، انا اليوم بدي اصور لكم على طريقتي. بصراحة بيطلع يعني كتير طيب. اي والله اطيب من الجاهز. هي قرفة، واللي عنده حب هيل بحط، انا ما عندي. هون ورق غار. وهلا بس يستوي الجوز بدنا نطبق الاكله بنرجع. هلا بدنا نغسل الفليفله والبندوره مشان اعمل الصلصه. في ناس بيقولوا لها دقوس. مرت عمي بتقول لك. وللكبسه كمان بيعملوا لها دقوس. هلا بدنا نبرش البندوره، وبحط زنجبيل، بحب هيك رشه صغيره، وفلفل وشطه حمراء، ملح ومي بندوره وزيت زيتون وشويه مي، تكون جاهزه. هي بدون خلاط. ما بحبها بخلاط، بتروح كثير ناعمه بتصير. هو في عالم بيعملوها بخلاط هيك. مرة عملتها ما حبيت، مم. هيك بحسها أطيب. على فكرة أطيب كمان من الجاهز. هاي بكتير. هذيك كلها مية بندورة بتجي. ديك اليوم وقت هي ما فيها هالنكهة يعني القوية. وأنا بصراحة ما بحب التنتين. ما بتحبي البندورة لأنه ما بتاكليها أبدا. لو خلص البرش ونرجع. صار فاصل إعلاني، إجت الكهرباء والمي سوا يعني. والمي صرنا 3 أيام بلا مي، اليوم إجا فلوج الجمعة اللي نزلنا لكم إياه. يعني من الجمعة تأخرنا الأحد تقريبا. تأخر المونتاج بسبب البكالوريا، نتائج البكالوريا طلعت. هلا بدي أحط دورة غسيل، أنا مضبطة يعني. يلا هلا نرجع على الطبخ. هون فرمت البندورة والفليفلة بقينا نطبق. نحط الفلفل، الفلفل فلفلة، هلا يصير هاشتاج فلفل يا جماعة. فلفلة وبندورات اللي بلشناهم. ما كثير بحبوها يعني، ما كترت. رشة ملح، شطة حمراء، هي مو شطة حدها، هي حلوة. شوية فلفل أسود، ورشة صغيرة زنجبيل. وهلا في ناس بيقولوا لها بس بندورة وناس بيقولوا لها ما بندورة، أنا بقول لها ما بندورة. معلقة ونص تقريبا. وهلا زيت زيتون، بدنا شوية مي. نحط شوية مي وبنحرك يعني تقريبا كاسة شاي، وهيك بيكون جاهز بعد التحريك. عملنا عجينة لبن ناعم. ايه هون الدجاجات خلصوا ولا قد ايه بدهم؟ يعني بدهم بس عوال. يلا معناتها حننقع الرز هلا. ما عيرت. هلا بدي احط 3 كاسات رز ولا 4، شو رأيك؟ والله ما بعرف. يلا 4 بضل. هون عم تحضر هدول لشو؟ هدول للمندي، للرز. كربش قرنفل وقرفة، وهي بهار مندي. واخر شي بس يستوي حط التلبية. كتير سهل، مثل فلفلة الرز. هلا بدنا نحط زيت ابيض، شوية زيت زيتون، قلنا لحتى يحمى شوي. سن الثوم وبشرة بصلة
جايبة هيدي جربها. تمام ظريفة. بيرفكت. إذا مستعجلة ما بدي أطلع دقات الثوم. ظريفة. هي بتحتاجي لا، لواحد ظريفة. بالطبخة بتفوز. حبيتها. هلا بنحط التومة والبصلة. جيب لك معلقة. بالجلي. عم فكر إذا نحطهم بالصايل عشان ما ينفعوا. أطيب. هي فيها حطيت كرفش قرنفل والقرفة مشان ما يطلع الرز. مو طيبين أبدا. هاي البهار المندي ورشة ملح جدا. ملح حسب الرغبة. هلا بنحط شوي لأنه البهارات التلوين تجي مالحة. حاطة شوي دجاج بس. هلا بس يستوي الدجاج بحط المصفى مرقة الدجاج والرزة. بدك تحمري الدجاج آخر شي. لوزات. بحط شوية زيت. في ناس بتحطوا سمنة وأنا يعني منهم بحط سمنة، بس هلا حاطة راح أحط زيت. كله ماشي. ومنرش لوز. مين بيقول هيك؟ اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. وبقلبهم. اكتبوا، احذروا واكتبوا يلا. كثير بحبها انا هاي البنت اللي بتحكي هيك. بس احذروا مين هي وشو اسمها. هي مشهورة بتكتير الملح. اكيد عرفتوها، ما بعرف اذا عرفتوها. بجوز ملحة ما بيملح حرام. صح. هي انبنت طلعت ملح. ظلموها العالم. في ملح عن جد بيملح كثير وملح لا. وبس يتحمروا معنا اللوزات برجع لكم. كيف استعدادكم للعام الدراسي؟ الامهات بكره يلا فيقوا بكير ولبسوا هالاولاد وبعتوهم. هلا انا عندي بنوته واحده بالمدرسه، الاثنين البقيانين لا ما بالمدرسه. واذا حابين صور لكم انا عم بشتري لها قرطاسيه اكتبوا لي بالتعليقات. انا بس جبت لها شنطه لهلا. هيك تحمصوا اللوزات عنا وهيك بعد ما امرتهم حمصتهم. ايه ضل يخربط عادي. بدي احط زبيب. هو قطرميز ده فلفل اسود بس حاطه فيه زبيب. انا بحبها مع زبيب. هون شغلتنا قلنا بدون زبيب. هيك استوى الدجاج. يومي شلون ليا المندي بساوي؟ والله أطيب من الجاهز شكله. هلا بدنا نصفي المصفاية المرقة. ها تجربتوا. هلا بدنا نحط لهم تلوين شوية زيت. ماما معاش عارفة لحظة صغنوطة. طبعا بس روح على الباليه والجمباز بدي صورلكم كيف أنا عم بعمل. ايه ماشي. نسجل لولو. أنا حأتسجل بالمول. لا السوبر ماركت كنا متسجلين بالنادي. وهي راعد العنوان ليا. متسجلين هن بالنادي. مو بالسوبر مو ماركت. بالسوبر ماركت. هي قصدها انه بقلب المول. مو بقلب المول بالشام سنتر قصدي. كذا يحط لها لايك لولو على العنوان الصح لا تتقن. بالخروف. يو اطيب. دير. هيك بتساوي امي بسلاحة اللون الاحمر. ما بتحبي اذا حمر؟ بلا بدأت مرة واحدة عندك. بس قطع يعني. هون حطينا مرقة الدجاج. غسلنا الرز. غسلت الرز.
بلشت الروايح حلوة تطلع. وهلا نحط التلوين، يعني ارجيكم بالتفصيل، ارجيكم بس تخلص كمان. وبتحطي هلا كمان فحم صح؟ اي بس لا نخلص نشف مرقة الدجاج. اوكي جايز، هلا وقت التلوين. وقت التلوين. هون عم نظبط الالوان، شغلنا الفحم على جنب، والرز هون تقريبا خالص. هو على الحظ. هذا صفار الزعفران وهذا صفار البيض. اسماء غريبة. شلت صحن هيك عشان يعطي 3 ألوان. هاي لون الأحمر، هاي البرتقال، هلا بنحط الزبدية. عملت لها جورة على شوية زيت. وهلا بدنا ننزل الفحمة. بدي جاهز الغطاء أول. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا الطشة. وي ما طلع صوت طشة بس يعطي دخنة لأنه زيت. يا عين شي بشهي. بلشت والله الروايح العظيم. الحلوة. لو فيني دوقكم بس الطعم. أنا ما دقته بس على طول بساوي نفس الطعم. اللبن والنعناع اللي ساويته نسكب. شي بشهي على الأكلة خرافية. هاي دقوس. خلصت طبختنا. نشيل الزبدية. نحط الرزات عليها. يا عين شي بشهي. هاي 3 ألوان صار عندنا. برتقاني وأحمر وأصفر. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules? وهيك خلصت طبختنا. شو رأيكم؟ يومي كتير طيبة. يمكن حطلع يلا ما يسوين. يلا صح. يلا لولو دوقي. مجنن كتير طيب. دخيل الحمرا. أنا عجبتك؟ ساس ما بدك مندي. بس طلع طيب. طبعا هاي ما وراء الكواليس. قد مو طيب؟ غدا كتير عجب. أكلنا قد ايه بتقيمي ليا؟ 10 من 10. كتير طيب. شوفي شو حلو الموديل طالع للاي بهاي البندانة. لولو حلوة. دكو لسه انا عم باكل. وهون حبايب قلبي وصلت معكم لنهاية الفيديو. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد أنا بنزله. اكتبوا لي تحت بالتعليقات الفيديو الجاي شو حابين يكون. وسلام يا حلوين.